حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده بقى جايبه لكم باكله بصوا ولا على البال ولا على الخاطر، ومش هتشوفوا زيها ولا سمعتوا عنها. انا لسه عارفاها الاكله دي، تمام؟ فاي حد ما يعرفهاش الاكله دي ايه هقول لكم دلوقتي. اول حاجه هي سهله وسريعه ومغذيه جدا ومفيده، وانا ما بستغناش عنها ابدا. اول حاجه الابيض ده نخاع، تمام؟ والحته دي اللي هي عامله زي حته اللحمه دي، مش لحمه حمرا يعني، عاملين زي حته اللحمه الايه، زي الفراخ كده، ده اسمه نفوس. خلاص انا لسه عارفه اسمها قريب. ده اسمه نفوس. بص هتلاقي حته لحمه كده صغيره، لان ده بتجيبيها من عند مين؟ من عند الجزار. برضو مش بتلاقيها معروفه ولا متوفره، لازم تكوني موصيه عليها، تمام؟ فالطبق ده كده حوالي نص كيلو. فيلا بينا كده نبتدي ان احنا نعمله. عايزه اقول لكم خطير خطير خطير. انا بقيت يعني خلاص ده رقم واحد عندي. عارفين انتوا بقى الكبده ومش عارفه ايه، لا انا ركنت الكبده وبقيت احب قوي الاكله دي، تمام؟ المهم قبل ما نبتدي كده ما تنسوش لايك شير كومنت حلو زيكم كده، وتقولوا لي هل انتوا كنتوا تعرفوها ولا لا. ولو عرفتوها من خلالي عرفوني برضو في الكومنتات، ولو انتوا اساسا كنتوا تعرفوها برضو عرفوني في الكومنتات وقولوا لي انتوا بتعملوها ازاي. انا هوريكم الطريقه اللي انا حبيت ان انا اعملها بيها وكانت عجباني قد ايه، تمام؟ ما تنسوش بقى لو انتوا جداد معايا في القناه تعملوا اشتراك او سبسكرايب. بصوا بقى، هنا انا بعد ما غسلتها، لان زي ما انتوا شفتوا في الاول كده بيبقى فيها ايه، اكيد حاجات مثلا من عند الجزار وقعت مش عارفه ايه، مش نظيفه، برضو لازم نغسلها. فبعد ما تغسليها هنقوم بقى مدينها ايه، غلوه حلوه كده، علشان لو فيها اي حاجه تتشال معانا في الميه دي، تمام؟ فدي كده ميه كنت معلقه عليها على ما غسلت على فكره هي اسمها نفوس، انا مش عارفه انا قلت لكم عليها ولا لا، تمام؟ والابيض الطويل ده كان نخاع بس ما بياخدش وقت، فانتوا بسرعه كده تاخد غلوه وتشيلوها على طول، تمام؟ وهنا بقى كده بعد ما صفيتها ده بيكون شكلها. عايزين بقى تقطعوها قطعوها، عايزين تعملوها كده اعملوها. انا بصراحه بحب ان انا اقطع، فهعمل ايه بقى؟ هقطع بصلتين زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. عايزه تعمليها مربعه زي اللي انا هعملها، تمام؟ عايزه تعمليها تقطيع جوليان اعمليها، بصي براحتك. بصي انا جربت الطريقتين، ان انا ابتدي الاول اعلق على البصل وبعد كده احطها، وجربت برضو ان انا اشوحها الاول وبعد كده انزل بالبصل بقى والحاجات التانية. فبصراحة انا اعتمدت الطريقة دي جدا، يعني انا حبيتها، مش اول مرة اعملها، فعشان كده حبيت ان انا اصورها لكم. خلاص طبعا بعد ما قطعت البصلتين بحاول ان انا انجز على قد ما اقدر، عشان بصراحة بنتي كانت بتعيط، فقلت اعلق على الصينية واحط معلقه سمنه كبيره. بصوا النفوس دي او الطبق ده ما بينزلش اي دهون، يعني مش زي الكبد والقوانص بينزل دهون وكده، تمام؟ انا حطيت الصينيه دي كده وهحط معلقه سمنه كبيره. عايزه بقى تحطي النوع اللي انت عايزاه حطي، عايزه تحطي معاها نص معلقه زبده برضو حطي براحتك، انا بحب بصراحه السمنه، تمام؟ فانا حطيت معلقه سمنه كبيره، وبعد كده هنزل البصل. بس ايه، بحب جدا اسمع صوت عارفين انتوا لما بتيجي السمنه تكون سخنه وترجعوا تحطوا البصل فبيديكم التش دي، انا بحبها قوي بصراحه. المهم انا هقلب كده، انا عايزه البصل ياخد لون، انا مش عايزاه يتبل، انا عايزاه ياخد لون، تمام؟ لان التاني ما بياخدش وقت في السوا عامه يعني. فانا يعني على ما هو ما ياخد لون هكون انا قطعت ايه، قطعت النفوس، وبعد كده قطعت 2 فلفل و2 طماطم وهكذا. بص انا بحب اقطعها قطع زي كده عشان ما تاخدش اولا وقت في السوا، تبقى كل حته كده زي بعضها. بعتذر عن صوتي عشان واخده بصراحه دور برد، ايه ما اقولكوش اديله ادي على الاخر. انا قطعته بالشكل ده، وزي ما قلت لكم قطعت ايه، طماطم وقطعت فلفل. بصوا بقى هنا انا كنت عايزه اللون يكون بالشكل ده لان هو خلاص يعني ما بياخدش وقت، بس انا هحطه كله ما عدا النخاع، عشان النخاع
ما بياخدش وقت خالص خالص. انت لو حمرتيها هتاكليه. وكمان في وصفة في للنخاع برضو هعملها معاكم في فيديو تاني. فده يا حبايبي هنخليه بقى ايه اخر حاجة. المهم عايزة اكلمكم عن حاجة. شايفين بتاع الاستانلس الابيض ده اللي عند باب البوتاجاز اللي هناك ده؟ هو ده مش وسخ، لا هو باظ. كنت الاول مصوره لكم فيديو مشتريات عن منتجات لاستر، قلت اجربها واعمل لكم عنها ريفيو واقول لكم رايي فيها ايه. تمام. شايفين ده كله بقع، يعني ده بقع. بصراحه مخلي شكله وحش قوي، وندمت ان انا استخدمته رغم هو مكتوب اصلا ان هو للبوتاجاز والافران وكده. بس انا هقول لكم استخدمته لايه برضو، وايه طلع حلو وايه طلع وحش. تمام، عشان نديله ايه حقه. تمام. المهم انا هقلب برضو يعني ايدي على الاكل، ولو انت عندك حاجة تانية بتعمليها اعمليها. انا هوريكم هنا كده المنتج اللي انا استخدمته لو انتوا لسه ما تعرفوش عنه حاجة. بصوا يا حبايبي، ده شكل المنتج، اسمه لاستر. تمام. هو اصلا للبوتاجاز، حجمه كان 600 ملي، كان حجمه حلو. بصوا هو حلو جدا، بيشيل فعلا الدهون، قاهر للدهون. وسترس برضو حلو. بس انا حبيت لاستر، هو اقوى في الدهون، خصوصا لو في حاجة على الارض او على الحيطة. برضو استخدمته للباب الازاز بتاع الفرن، برضو حلو. بس لما جيت استخدمته بقى في الاستانلس، المفروض ان هو الاستانلس بقى وكده، بقى الحتة اللي هي من عند الحرف اللي عند المفاتيح، والحرف برضو اللي هو عند الباب الازاز، الغطا يعني بتاع البوتاجاز. فانا معرفش عشان دول مش استانلس ولا دول استانلس، الله اعلم. ولكن لما بيكون برضو في حاجة على البوتاجاز وكده، انا برش بصراحة، بس بدعك في ثانية، ما بسيبهاش. تمام. لو على عيون البوتاجاز اللي هي حوالين العين يعني، برش بيفقفق الحاجة، بتبقى طالعة. بس بسرعة بتعمليها بالسلكة، خفت بقى علشان هو كمان ما يبقعش. تمام. بس هو ما بقعش بصراحة. بس انا ما سبتهوش، انا اول ما برش ثانيتين كده بقوم ماسكه السلكه او الليفه اللي بتدعكي بيها كده، وتقومي ايه بسرعه بتعملي بيها. طبعا لازم تكوني لابسه جوانتي، لان هو بيدمر الايد، حرفيا بيدمر الايد. هرجع لكم تاني، بس خليني اقول لكم ان انا حطيت الطماطم والفلفل، وبعد كده بقى ايه حطيت البهارات بتاعتي، حطيت ملح وفلفل اسمر. بصوا بقى بحب بقى ادي بقى فلفل اسمر. الاكله دي بالنسبه لي بقى تحبيشه وبتاع، ادي على الاخر كده فلفل اسمر. ما كانتش الاكله تبقى حسها غامقه كده شويه، يعني قلبي ده ما بيرتاحش. تمام. بصوا بقى التركه بتاعتي انا، لان هي كده شبه ان هي استوت، لا انا عايزه اعمل لها ستوب وارجع اعيد السوا تاني عليها علشان تبقى دايبه دوب معايا. فحطيت لها فنجان ميه، ممكن ارجع احط لها فنجان تاني. تمام. انا كل ما تستوي او ما راجعه كده عامله لها ستوب، فتبقى بصوا دايبه دوب. بجد الحركه دي فرقت جامد جامد في الاكل. انا جربتها، انا قلت لكم الطريقه دي عملتها اكتر من مره. الاكله دي مره عملتها كده ومره كده، فدي حسيتها فعلا احسن حاجه ممكن ان انت تعمليها. هتقولولي ليه؟ طب ما هي استوت، طب ما خلاص كفايه. هقول لكم ليه حطيت الفنجان الميه ده، او ممكن احط فنجانين ميه. اول حاجه ان دي ما بيكونش فيها صوص، او ما بتنزلش دهون، ما بتنزلش ميه والكلام ده كله. فطبعا انتي البهارات اللي انتي بتحطيها ممكن تكون ماسكه في الحاجه اللي انتي حطاها. فانا بحط الفنجان او الفنجانين دول، منها ان هي بتستوي زياده، ومنها ان هي تنزل كل الصوص بتاعها وترجع تشربه، فتبقى بالشكل ده. شايفين شكلها مغري اصلا. فدي الفكره بتاعتي، هي الفكره كلها ان هي تشرب كل الصوص بتاعها، ما تبقاش تاكلي حته وتحسي فيه ملح، فيه فلفل اسمر، فيه مش عارفه ايه الكلام ده. طبعا حطيت حته كمون صغننه مع ان هي مش محتاجه، وشطه، حبيت ان انا احط شطه. 2 فلفل وشطه كانوا ايه بقى، بيقولوا بقى حد تعالوا طفوني تعالوا طفوني. المهم ده كده كان شكلها بصراحة استوت، وكانت تحفة تحفة.
فبصراحة اشجعكم وانصحكم ان انتوا تجربوها. المهم يا حلوين، قبل ما اقفل معاكم انا وقفت لحد لاستر حلو جدا للحوامل. لو انت هتحطي الحوامل في طبق بلاستيك وترشي، حلو جدا حلو جدا للشفاط. برضو مشكلتي جيت اجرب الحوامل، حطيتها في الحوض عندي زي ما بحطه، لان الحوض عندي كبير بياخد عادي بالطول يعني. فجيت ارش على الحوامل دي، بوظ لي حته من الحوض، برضو بقى عالي، مع ان المفروض ان هو استانلس اصلي. فهو جديد جدا، فحلو جدا في الارضيات، حلو جدا في الحوامل، حلو جدا للشفاطات على الازاز برضو. فان انتي بقى تجربيه في العين نفسها، بيغمق العين وبيبوظها وبيزرقها، برضو ما كانش حلو معايا. احسن حاجة للعيون البوتاجاز هي كربوناته وملح ليمون، تمام. بيسيبوهم يغلوا كده واشتغلي بقى فيهم عادي، تمام. المهم يا حلوين، دي كانت اكلة النهاردة، يا رب تجربوها وتعجبكم، انا متأكدة، لان هي بصراحة تحفة خطيرة. الاكله دي بقى عايزه مثلا تعمليها سندوتشات في عيش بلدي، عايزاها في عيش فينو. اهم حاجه ان انت تجيبي حاجه تبردي، يعني فاهمه، اللي هي بتولعك. محتاجه ان انت مش هقولك خيار تطفي الكلام ده، هي عايزه حاجه ساقعه بصراحه، يا اما حاجه كده تطفي النار وانت بتاكلي، بس مش عايزه تعمليها سبايسي، براحتك. انا عن نفسي بحبها سبايسي. ده كان فيديو النهارده يا حلوين، يا رب الوصفه بتاعتي تعجبكم. لو جربتوها قولي لي رايكم في الكومنتات، ولو انتوا عارفينها اصلا اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي انتوا بتعملوها ازاي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه، ويا رب تكونوا يعني طلعتوا من الفيديو بتاع النهارده بمعلومه جديده او بحاجه جديده انتوا كنتوا اول مره تعرفوها. ما تنسوش بقى اشتراك في القناه او سبسكرايب، وتفعلوا اهم حاجه اشعار الجرس، واستنوا مني كل جديد. باي باي.